الاستاذ البجاوي. بالنسبه للمؤسسه هي تعتبر نواه وتطعيم الفريق ديال بن احمد، سواء في كرة القدم أو غيرها. بالنسبه لكرة القدم عندنا 7 ديال العناصر في المؤسسه هنا اللي مطعمين المنتخب ديال بن احمد اللي هذا العام راه طلع داز القسم الوطني الثاني هوز. بالنسبه للعاب القوى عندنا عناصر من هنا اكثر من 70 واحد، 70 عنصر مشاركين في الجمعيه ديال مزار تاع بن احمد وتيشاركوا في السيفيل. بالنسبه للاخر مشاو البطوله الوطنيه وراهم اهلين اصلا. عندنا واحد العنصر غادي يلعب نهار الحد في هاد ديامون ليغ كان داز عندنا هنا وراه في بلجا نهار الحد غادي يلعب في ديامون ليغ. من العناصر يعني تاعنا الناس راه تتحاول انها دير شراكات مع هاد النوادي اللي خارجه عن المؤسسه، ولكن هاد الشراكات تبقى محدوده بحكم ان ما كاش موارد ماديه انك غادي تطعم هاد الدراري ولا تساعد وتعطي واحد الاعانه انه انت تفرحوا وتعطي واحد الافاق ولا جهد. هذيك المساعده تبقى قضيه غير شفويه وتاطير هو اللي كنقولوا. خلينا نسولك تفضل. كيبقى التأطير والمتابعه لدوك الوليدات، الدعم المادي اللي خاص صراحه باش يمكن تتابعهم وتوصل الاهداف انت اللي كتتمنى تشوف الوليدات في النيفو اللي انت بغيتي يكونوا فيه. والتجاوب حاصل من طرف المؤسسات الاخرى معكم؟ ما كانش 100% بطبيعه الحال التجاوب كل مؤسسه والظروف، ولكن واحد النسبه حنا ملي كنداكلوا واحد النسبه كنحاولوا اننا نخلقوا واحد النواه وواحد الجهود ديال العمل ديالنا في اطار الجمعيه ديالنا. خاطر طلقنا بزاف ديال الابواب كما قال السي الجاوي ولا المجلس البلدي الى الشراكه مع الجمعيات الاخرى، وتصل تيقول لك لا خصنا حنا تندير اجتماع، خصنا تندير واحد الجلسه وعلى حكم انا الدراري كنت غادي توقف النشاط ديالك انت غادي تستمر في النشاط ديالك بحكم انت تلقى شي مناسبات انا وطنيه ولا شي حاجه فين تكون هذيك اللقاءات هذيك التجاوب في لقاءات ومناسبات وطنيه الى عند العرش ديال المسيره ولا شي حاجه تكون ديك السباق على الطريق، تكون داك دوري محلي مسقر تشاكلي وكيبقى هذا غير محدود وماشي ما كافيش بالنسبه باش تطعم واحد النقطه بالنسبه للقاءات اللي هضرنا على الاستاذ خالد قال بان كاينين لقاءات ولا العاب مناسباتيه في المناسبات خلال المناسبات. حنا كنتمناو ان يكونوا خلق نوادي رياضيه في مدينه بن حميد. عندنا غير جوج النوادي، النادي ديال كره القدم والنادي ديال العاب القوى. بغينا نوادي ديال الرياضات اخرى، بغينا نشوفوا هنا كنشوفوا كاين عراقيل في تاسيس هذه النوادي، كالله خدم معايا كاين عراقيل في تاسيس النوادي. كنتمنوا من السلطات وهذا يخليو كاين اساسيد كاين كفاءات في مدينه بن حميد، يخليو الاساسيد يخيروا النوادي باش يوصلوا باش على الاقل ينوعوا الرياضات في المدينه. ما تبقاش هناك بحال واحد المونوبول، كتشوف ان رياضه وحده ولا جوج رياضات اللي طاغين على المدينه. بغينا يكون نوادي ديال كره السله، نوادي ديال كره اليد، نوادي باش يكون كاين تبارك الله الكفاءات. الوليدات كنشوفوا كاين كفاءات وكاين، ولكن النوادي اللي ما كاينينش. خلينا نهضروا شويه على ما هو محلي المؤسسه، الطريقه اللي كديروا نتوما باش كاين شي عمل خاص من اجل هؤلاء الذين تعتبرتهم ابطال. وطبعا تكون في العمليه فوق السنه كاين اجتماع المكتب التربويه برئاسه الجمعيه الرياضيه برئاسه السيد رئيس المؤسسه، تطرح الاهداف ديالك انت مبنيه على الخدمه اللي انت العام اللي فات. اللي كان شي ناس راه تخدم على اساس انك تمشي في نفس النسق ديال اللي كنت عليه، وانك وقتها تطمح. هذا العام مشيتي بواحد 10 الجهوي، تحاول هذا العام تمشي ب 15 الجهوي، تخرج واحد 4 ولا 5 عناصر يمشيو للوطني والمنتخب، ولما لا المنتخب الوطني كما حققنا حنا مع هذا التلميذ الكبيري ولا تلميذ معرف. تكلمي عن الخصوص كيفاش كديروا التدريب ديالكم؟ كما حنا ناقشنا مع السيد المدير ولا السيد المفتش انه ساعتين ديال الجمعيه الرياضيه 3 غير كافيه، غير كافيه انك تخدم مع واحد مجموعه ديال الدراري. لذا او بحال السي ظريف انه المنتخب ديالو تيطلع للملعب وتيخلص التيران بجهد المالي الخاص باش يدير لهم شي مقابله باش يوجدوا. حتى المؤسسه بحكم كتعرف الاكراهات ديال الجدول الزمنيه استعمال الزمن ديال التلاميذ ما عندهمش نفس، ربما حتى التيران اللي طلب كاين كما قال السيد ديجا ما مساعدش. وعندنا المشكل الاكبر يمكن فرض كنت ديك الجدول الزمنيه تسمى الزمن ديالي ما مستافديش من الجمعيه الرياضيه. يمكن يجيك قسم عنده ساعه اللي يمكن غيخدم معاه في ساعه، خصو على الاقل ساعتين ثلاثه. تنطلبوا اما لا في العشيه تدخل 3 السوايع جميع الاقسام، ولا نص اللعبه نص الجمعه باش يستافدوا.
هكا تعطيك المنتخبات يمكن تتابعها العام كامل والعام الجاي والعام الجاي. الزمن غادي يكون المستقبل نتاع الوزاره ممكن ما كانش هذاك على السيد رئيس المؤسسه. الجمعه ربما فلاش فيهم اولاد نقول حتى على السيد رئيس المؤسسه. وصلنا اكراهات اخرى، عندنا منتخب هذا ديال البراعم نسيتو راه فرنسي مشى البطوله الوطنيه، دا البطوله الوطنيه كره الطائره. شي واحد المنتخب ديال البراعم، المنتخب ديال البراعم ديال انس نوبل مشى البطوله الوطنيه داها. دوك الاكراهات فين كاين انه يمكن في الساعه ديال اللعبه فاش يجيك جوج ديال التلاميذ، ضرب على خمسه يجيك ثلاثه، نهار الجمعه يجيك واحد. اذا خاصكم مكان محدد الجدول الزمنيه ديال هذه الكفاءات اللي هضرنا عليها خصنا نحاولوا زائد الجدول الزمنيه زائد واحد المكان يكون اكثر اوسع من هذا اللي كاين عندكم. هادشي اللي كاين. المؤسسه تنظر تزخر بزاف ديال العناصر اللي كيمشيو احنا نفتخر نقولها وبكل فخر زعما اناس راه خرجت ابطال اناس زعما صراحه من بعد المجموع. انا كنقول لك راه لا حصر بزاف ديال الامثله بزاف ديال التلاميذ راهم مشاو لمستوى عالي، وزعما اناس هي الاصل ديالهم. اناس ملي بداو الرياضه من السابعه حتى وصلوا مشاو للثانوي ومشاو كاين اللي بحال هاد المعرف تبارك الله بحال بزاف ديال التلاميذ اللي هما عندهم مشاو على المسار رياضي زوين، واناس زعما مفخره وبشهاده الجامع ماشي هي حنا الطاقم الرياضي ولا الا خرجتي دابا خارج اناس، الا خرجتي خارج اناس ولا هذا وسولتي اي واحد يقول لك راه زعما اناس صراحه كتهيئ لنا ابطال اللي هما كان شي اضافه نرجعوا للنشاط ديالهم. بالنسبه في الفوت كاين مرسلي مشى لافريقيا مطيع، حتى هو معنا، حتى هو كانوا يلعبوا معنا في البطوله اللي العام اللي فات وخداتهم لوسيسي جاو شراوهم هنايا. يعني كاين الوليدات اللي كنكتشفوا هنايا، كاين محمد مغني هادو اللي يلعبوا، كاين طاقات مروان الزيواني، كاين طاقات اللي كيقلبوا عليهم انديه ومساكن مع الامكانيات ديالهم عاوتاني ما كيقدروش يدخلوا لديك الانديه. يعني كاين اللي كنتو قمتوا بشي نشاط اليوم وهذا هو السبب ديال المجيء ديالنا. حنا بالشراكه مع الاداره نظمنا البطوله هذا واحد الدوري ديالنا كننظموه كل نهايه كل سنه في شهر 4 كننظموا الدوري، سواء الباسكيت سواء كره القدم سواء الهوند. كننظموا دوري هذا العام نظمنا دوري التاسعات والجذوع المشتركه، درنا لهم دوري واحد والحمد لله مر في واحد الجو زعما رائع. كره القدم مر في واحد الجو رائع زعما تعاون الجميع. راكم شفتوا النهايه كيفاش كان داكشي الحمد لله، داكشي اللي الثمره في اطار تكريس القيم وتقويه الشعور بالانتماء للمدرسه زعما، وحاولنا نحاربوا من خلال حتى داك العنف داك الشغب اللي تيكون في نهايه السنه، امتصينا داك الغضب ديال داك التلاميذ. لان التلاميذ شويه ملي كيسخن الحال صراحه ملي كيسخن الحال وكترتفع درجه الحراره كيوليو هذا متصينا لهم داك الغضب. ولا دابا التلميذ كيجي مثلا في عوض ما يدير شي شغب ولا هذا كيدير غوات ويشجع فرقته، ومر داكشي زعما واحد التظاهره زعما جميله بزاف وتوجت بالدوها. وقيل جوج ديال مشترك اداب 3 لعبوا النهايه مع الثالثه 13 وكانت مقابله زعما الصراحه خص الاذاعه الوطنيه تنقلها والله زعما داكشي داز رائع جدا. الحمد لله على كل حال. الحمد لله. كلشي هذا كان بالنسبه لهذا الدوري كان في اطار تفعيل الانديه في المؤسسه. حكم المؤسسه عندها مجموعه ديال الانديه ديالها بالاتفاق مع الاداره التربويه والحراسات العامه. تم الاتفاق على كما قال السي بهجاوي انه اقامه واحد الدوري من اجل كما تنقولوا من اجل جمع امتصاص هذا الضغط ديال التلاميذ واعطيهم فرصه عاود للتفريغ. بالنسبه للتفريغ هذه منظم هذا الدوري كان من مجهودات الاساتذه كاملين بدون استثناء، والاداره التربويه حتى هي بالوقوف ديالها بالنسبه للتنسيق مع الاداره والسيد رئيس المؤسسه اللي كان سهر وجا حضر الحفل الاختتامي. وتقريبا هذا اللي كاين. وتوج كما قال بالفوز ديال الجمهور المشترك هذا ثلاثه وهذه حنا عاده كل عام تنديروا. كان السي باغي حتى هو دار الدوري ديال كره السله. دوري كره السله العام اللي فات حدثنا شويه على كره السله. بالنسبه للسنه الماضيه كنا درنا دوري في كره السله إناث باش نحاولوا ما نديروش الميز داخل المؤسسه ونحاولوا حتى الإناث لماذا انهم يدار لهم دوري ويشاركوا في واحد الرياضه. والحمد لله داز دوري رائع وكان توج بفوز ديال الجذع المشترك علمي 5
اللي كانوا فيه صراحه اناس اللي عندهم طاقات وكانوا يمشيو بعيد في هذه الرياضه لولا اليوم عندنا فيها كره القدم وفيها كره السله. نبغيو نشوفوا مستقبلا هاد النتائج. كرة الطائرة، قلنا كرة الطائرة كان مشى المنتخب بدا البطولة الوطنية براعي مواليد 2004 2005 2006 البطولة الوطنية، وكان كلمة ديال السيد النائب في هذا الصدد على هذا المنتخب قال لك حاولوا انكم تاثروا ودير التشكيلة قلنا له ان ظروف ديال العمل وبالنسبة للتوقيت والظروف ما تساعدش بزاف. كاين شي مثلا كاين شي مراسلات عندكم مع النيابه مثلا او مع الاكاديميه لا مراسلة حول الموضوع ديال هذا الاصلاح اللي قالوا السي البجاوي؟ كاين سنويا تصيفط مراسلة بالنسبة للإصلاح ديال الملاعب وإعادة الترميم ديالها، ولكن بحكم ولينا زاد المشكل أنه تفاقم أكثر بحكم ولينا تابعين أكاديميا بجهة ديال الدار البيضاء الكبرى ستات، خلقنا مشكل أكثر. يعني حتى ديك المراسلات اللي غادي تصيفطها ستوضع في الدرج. لا ما نظنش هذا المهم انكم درتوا العمل اللي عليكم. نتعاونوا سنويا تديروا هذا بحيث تعقل الدار البيضاء ما نقدرش نقولوا الهضره بحكم ان ربما الدار البيضاء كبيره وان شاء الله يكون خير. انا محليا ما استفدناش، انا محليا ما استفدناش. نتمنى ونشوف انتم درتوا مراسلات مع مثلا المجلس البلدي مع رئيس المجلس البلدي. المجلس البلدي يساعدونا بالنسبه لنا اذا كان شي اميناجمون ديال التراكس ولا شي نظافه. واحد هذا الشيء اللي ربما كيحيد هذا الشيء. هو كيما قلت جلسة معكم الاخوان ياك ما كاينش شي اضافه لا صافي الله نشكركم على هذه الزياره وهذا التتبع ديالكم. هذا يزيدنا اننا نخدموا اكثر ودينا من المواكبه ديالكم حتى هي راه مواكبه زعما النشاط الرياضي مدينه محمد وخاصه المؤسسه الثانويه التاهيليه انس مالك. انا كنت انتم راكم واقفين معنا وهذا تيعطينا طاقه وتيعطينا جهد اننا نمشيو. الحمد لله تساهلوا صراحه تساهلوا التغطيه تساهلوا. هو الدور ديال الاعلام هو الدور ديال الاعلام باش تمشي الرياضه المدرسيه هو دور فعال. ان ضروري كنحتاجوا حنا الاعلاميين باش نقدروا نزيدوا في المجهودات ونزيدوا نطمحوا ان شاء الله ونحصلوا على بطولات ونحصلوا على يعني الدور ديال الاعلام هو دور فعال وخاص يكون شراكه مع الناس. لاننا احنا موجودين معكم. سي ظريف عفوا احنا موجودين معكم دائما وما تكلمناش عن الاخوان السيده الاخرين من هذا المنبر كنحييهم. السي سعد شويطه والسي محمد عودي عندهم التزامات باش ما يكونش نسينا عندهم التزامات حتى هما في الاداره تيستعدوا للامتحانات. التزامات تكلفنا حنا كنا خصنا كل واحد تيخلي شويه ديال الاخوان كاملين عيد وحده. لا الحمد لله تتعاونوا بيناتنا الحمد لله. كاين تفاهم لا مع الاداره لا مع الحراس العام ولا الطاقم التربوي. كنشكركم بزاف على هذا. شكرا.